روحوا زوروا كده بيوت المسنين او روحوا زوروا مرضى، يقول لك انا كنت محبوب جدا، ولما كنت بخدم الناس كانت تجيلي وتحبني وتيجي ناحيتي، ولما كنت بدفع فلوس كان حد بيسأل عليا. دلوقتي لما اترميت على السرير، هي من 3 ل6 شهور بالكتير ما لقيتش حد يسأل فيا. صح؟ صحيح مش كده؟ فأكتر وقت ألاقي نفسي لوحدي، ألاقي نفسي وحدي، هو وقت الألم. وقت ما بجتاز في تعب أو في مشكلة أو في ديون أو في شدة أو في تجربة أو في مرض، بلاقي نفسي بعمل إيه؟ لوحدي. أنا عايز أخد معاكم 4 خطوات. حد سأل نفسه سؤال قبل كده: ليه ربنا بيسمح بالألم بيخليني لوحدي؟ حد سأل السؤال ده قبل كده؟ ليه بيسمح بتجربة واجتاز التجربة لوحدي؟ حد عارف إجابة مقنعة مختبرة؟ حد اختبر كده؟ اتفضل عشان أقرب منه. أيوة، أحس إن هو جنبي. تمام، ينقيني. حد عنده رأي تاني؟ حد عنده رأي تاني؟ يختبر إيماني. كويس. هو للأمانة أكتر وقت أو أكتر إجابة مقنعة لماذا الألم، هو عايز يدوقني المعية معاه أو العشرة معاه، إزاي أدخل في الألم. بدليل أكتر حاجة بنحبها وسط الألم أو وسط المشاكل بتاعتنا، مش عارف هتوافقوني ولا لأ، إنه إحنا مش محتاجين حلول المشاكل بتاعتنا، إحنا محتاجين حد حاسس بيا. صح؟ مش كده؟ أنا عايز ببساطة حد يبقى ماشي معايا في نفس الريتم اللي أنا فيه، في نفس الطريق اللي أنا فيه، حاسس بيا. ما يجيش يقول لي ايه التفاهه اللي عندك دي، ما في ناس كتيره تعبانه وانت بتدلعي وانت مكبر الحبه قبه وعامل موضوع صعب. لا، انا عايز حد يعمل ايه؟ حاسس بيا. ودي اول خطوه ربنا عملها. ربنا ببساطه شاف ان الارض بعد وقوع ادم وحواء في الخطيه، خطيه عدم الطاعه، ونزلوا من جنه عدن، اول حاجه لزقت في البشريه هي الألم. صح؟ هي الألم. إيه رأيكم؟ ربنا كان بسهولة جدا يقول للألم إيه؟ امشي وهات فرح وهات زقطاطة وزغاريت ورقص والدنيا تبقى كويسة. لكن لا، هو اجتاز في الألم معايا وأكتر مني. وعلشان يجتاز في الألم أكتر مني، اختار إنه يبقى أكتر شخص يتألم، علشان وقت ما حضرتك أو حضرتك تدخل في الفرن بتاع الألم، هتعرف إن في المسيح شخصيا كإله اجتاز الألم، ودي حاجة مش سهلة عليه. سهل جدا يا شباب، سهل جدا ببساطة المسيح يعمل معجزات، سهل جدا يقوم أموات، سهل جدا يخرج شياطين، سهل جدا يخلق من العدم. كل دي صفات إيه؟ إله، مش كده؟ لكن صعب جدا أن تيجي على عقلي أن الإله المنزه عن الألم ينزل علشان يدوق الألم بتاعي. دي كانت أصعب خطوة يعملها المسيح. عشان كده خدوا بالكم، دي أثرت على نفسيته كناسوت كإنسان. النفسي حزينة حتى الموت، مش قال كده في إنجيل يوحنا؟ نفسي حزينة يعني حتى نفسيتي اتدمرت. عارفين ليه ولا لا؟ لأنه بعلمه السابق عارف اللي هيحصل فيه. عارفين لما يبقى دكتور قلب هيتعمل له عملية قلب مفتوح؟ حد متخيل المنظر ده؟ لما يبقى دكتور قلب وشاطر كويس وبيعمل عمليات قلب، وهيتعمل له عملية قلب، هو عارف ايه اللي هيتعمل فيه. بس يمكن الدكتور يبقى فيها بنج وتخدير، بس وقتها في المسيح ما كانش فيه ده. وصلت؟
عشان كده أول حاجة حطها في ذهنك قبل ما تدخل التجربة، أو لو دخلت تجربة وألم، عشان تحس إنك مش لوحدك، تحس مش لوحدك، تحس إن ربنا مر بالألم ده قبلك. رقم واحد، حاسس بيك. حاسس بيك يعني أول ما أقول هو قالها قبلك. أول ما أقول مرفوض من أبويا وأمي، هو قالها قبلك، ما كانش ليه أب. أول ما أقول اتولدت في مكان فقير، هو اتولد في مكان أفقر منك، في مزود. أول ما تقول الناس اللي أنا عملت منهم قيمة حواليا وعملت منهم منظر بفلوسي وبعلاقاتي، وأول ناس طعنوني في ظهري، هو قبلك قال الجميع تركوني، كله هرب، كله هرب. حد يعرف خشبة الصليب مصنوعة من إيه؟ خشبة الصليب مصنوعة من خيانة. خشبة الصليب مصنوعة من هرب التلاميذ. خشبة الصليب مصنوعة من ناس ما قدروش محبة المسيح ليهم وعمل منهم حاجة حلوة. النهاردة بيقولوا هوشعنا والملك اليهود، بعدها بكام يوم اصلبه اصلبه. كانت خيانة بأبشع صورها. عشان كده هو حب يمر في طريق الألم زي بالظبط، عشان وقت ما ادخل أنا في الألم أو في التجربة، أول واحد هلاقيه جنبي هو المسيح. مر قبلي بنفس الطريقة دي، مر قبلي بنفس الألم والوجع اللي أنا بمر بيه دلوقتي. رقم 2، يقدر يخلص التجربة هوا ولا لأ؟ في لحظة يقدر ما يقدرش؟ يقدر. بس هو عمل حركة أجمل من إنه يقدر يشيل الألم. عمل حركة جميلة جدا. عارفين إيه يا شباب؟ بيحلي الألم، يخلي الألم إيه؟ حلو. تخيلوا وصلت لكده. أسألكم سؤال، ركزوا معايا. أسألكم سؤال، كم واحد دخل في الأتون في قصة الثلاث فتي؟ كم واحد دخل الأتون؟ كم واحد دخل الأتون؟ 3. الملك شافهم كام؟ طلعوا من الأتون كام؟ أنا لففتكم مش كده؟ تاني ركزوا معايا. دخلوا الأتون كام؟ 3. الملك شافهم، طلعوا من الأتون. طب الرابع فين؟ الرابع موجود جوه الأتون، منتظر اللي عليه الدور. وصلت؟ أجمل ما في قصة الثلاث فتية مش هو إنه طفى النار، لا. مش هو إنه خلى الملك غير رأيه، لا. عارفين أحلى حاجة في الأتون؟ حول النار لندى بارد. النار كانت متسلطة على إيه في قصة الثلاث فتية؟ على الحبال. بس هي فكت الحبال، عملت اللي عليها. عارفين الكتاب يقول إيه؟ حتى ثيابهم ما فيهاش ريحة النار. حول النار، حول الأتون لندى بارد. عشان كده لما طلعوا 3 هو مستنيك جوه الأتون. أول ما يبقى علي الدور عشان أدخل الأتون، هيحلي لي الألم ببساطة يا شباب. يخلي الألم ليه طعم. يعني إيه ليه طعم؟ يعني ليه هدف. ليه هدف. خدوا بالكم الشباب، أنا أقصد شباب يعني ولاد وبنات من الجنسين. الشباب اللي لم يجتاز في ألم ومشاكل في حياته وطالع على دلع، أكتر واحد لما يصطدم بالحياة أول فكرة بيفكر فيها هي الانتحار. حد عارف كده؟ حد عارف كده؟ الانتحار. انتحار بمعنى الكلمة. ليه؟ لأنه ما اجتازش في خبرات الحياة، ما اجتازش مع المسيح في الألم، لم يجتاز في الضيق مع المسيح. في كل ضيقهم تضايق. يعني هو متضايق معنا بنفس الضيقة اللي أنا كمان متضايق بيها. بس في معادلة عايزكم تركزوا معايا فيها.
في معادلة عايزكم تركزوا معايا فيها. هتقولوا لي هو سلطان الله على البشر بيحركهم زي شطرنج؟ تخيلوا. ينفع يحركني زي شطرنج واعمل اللي هو عايزه وانا مش مقتنع؟ لا. كويس. فاحنا هنعمل حاجتين كويس جدا، ركزوا معايا. قدامنا مشكلتين كبار جدا، هي حرية الإنسان والظروف المحيطة اللي أنا اتولدت فيها. تاني حرية الإنسان والظروف اللي أنا اتولدت فيها. يعني إيه حرية الإنسان؟ يعني ربنا ما منعش القاتل إنه يقتل، ما منعش السارق إنه يسرق، صح؟ ما منعش حرية الإنسان، وما غيرش من الظروف اللي أنا اتولدت فيها. ما خلاش الناس في الشارع توطيلي وتسلم عليا وتقول لي فلان معدي. ما حصلش. حصل؟ ما حصلش. لكن تخيلوا بيعمل ايه مع اولاده وبناته؟ بيخلق طريقة جديدة مختلفة بغض النظر عن حرية الآخرين، بغض النظر عن الظروف المحيطة اللي اتولدت فيها، يطلعني من التجربة اللي أنا فيها. بدليل أقول لكم على قصة بسيطة. بعد ما المسيح صعد في أعمال الرسل، اليهود راحوا لهيرودس الملك قالوا له بص، الراجل المضل اللي اسمه يسوع ده احنا عملنا إشاعة وسط الشعب بان جسده ايه؟ جسده ايه؟ قولوا لي. اتسرق. كويس. وفي ناس الطعم يعني بقى لذيذ في بقهم، اقتنعوا ان المسيح ايه؟ جسده اتسرق وخلصنا منه. كويس. عايزين ايه؟ عاوزين نخلص من الرجاله بتوعه. مين اكبر واحد في الرسل؟ بطرس. اكبر واحد في الرسل كان يعقوب. يعقوب ده كان الشيخ الكبير اللي يرجعوا له في اي قوانين تتحط في الكنيسه. راجل كده وقور هادي وشيخ وقور، فالناس ترجع له والرسل يرجعوا له والتلاميذ يرجعوا له، كبير القعده. فقالوا له امسك يعقوب واعمل ايه؟ اذبحه. مسك هيرودس يعقوب، ركزوا معايا في اللي هقوله، ركزوا معايا، وعلى باب الولايه على السلم مسك سكينه وراح ذابح مين؟ والدم يطرطش. الناس تبص. عارفين الكتاب يقول ايه؟ ولما شاف هيرودس ان اليهود انبسطوا من الحركه دي، رجع وقالوا له ايه؟ خد بقى رقم 2. رقم 2 ده احنا مش قادرين عليه، لسانه طويل معانا ما نقدرش نتكلم معاه، وفاهم كويس، والمتحدث الرسمي للمسيحيين مين؟ بطرس. جابوا بطرس. تاني يوم هيعمل ايه؟ تاني يوم هيعمل ايه؟ هيذبحوا زي يعقوب زميله. وصلت الفكرة؟ هل الكنيسة كانت بتصلي وقت ما يعقوب اتاخد ولا لا؟ كانت بتصلي وما تصليش؟ كويس. ربنا منع ايد هيرودس انها تذبح يعقوب؟ غير حرية هيرودس؟ رد عليا. كويس. غير الظروف المحيطة اللي قاعد فيها يعقوب وخلاهم يحترموه. يقدر يعمل ولا ما يقدرش؟ كويس. بس سامح اني يعقوب يتذبح، وهقول لكم ليه دلوقتي. اول ما دخل بطرس، خدوا بالكم، اول حاجه بتطرأ على اي شخص غير مسيحي من ناحيه المسيحيين وبالذات اليهود في الوقت ده ان هم سحرة بيعملوا ايه؟ سحر. وبطرس عمل سحر قبل كده والدنيا ولعت يوم ما وقف يتكلم، واكتر من 3000 نفس اجتمعت وكله آمن بالمسيح وعمل معجزات لا 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 لا، فخافوا منه. فقال لك بطرس ده لازم علشان يتحبس يتحط بين 4 أرابع من الحراس. أشرحها لكم. أوضة فيها 4 حراس، عدوا معايا، تمام؟
جواها أوضة فيها 4 حراس، كده كام؟ جواها أوضة فيها 4 حراس، كده كام؟ جواها أوضة فيها 4 حراس، كده كام؟ 4 أوض جوا بعض عشان يحرس مين؟ يحرس مين؟ الساحر بطرس. كويس. ومربوط في 2 حراس. خدوا بالكم، مش حراس بتوع النهارده وامبارح، ده حراس حراسة الجمهورية، يعني حاجة عالية مش أي كلام. حطوه بين 4 أرابع من الحراس و2 حراس مربوط فيهم. يقدر يفلت؟ خالص. ايه رأيكم بقى؟ السجن بتاع زمان مش زي اليومين دول. الأهالي ممكن يزوروا ونجيب أكل وشرب وسجاير والدنيا تبقى مفيش الكلام ده. الدنيا ضلمة في ضلمة في ضلمة في ضلمة وريحة كريهة وحاجة مقرفة غير محتملة آدميا. تاني يوم بطرس هيحصل له ايه؟ المفروض بطرس يعمل ايه؟ يطب ساكت. الصراحة أنا لو مكان بطرس وهو بيدخلوني بس على منظر الحراس اللي عاملين زي ضرفة الباب كده، 4 في 4 في 4 في 4 و2 مربوط فيهم، أقول لهم وسعوا لي كده عشان أعرف أموت براحتي وارتاح وكده يعني. مش كده؟ ده اللي بيحصل. عارفين بطرس عمل ايه؟ غالبا الحارس اللي كان على ايده اليمين تخين حبتين 3 ومتنجد كويس يعني، فيعني حط راسه على كتفه وايه؟ لا مش نام. لا مش نام، ده انتوا غلابة، ده انتوا غلابة، ده كان بيشخر، ده نام وبيشخر، ده مش نعس وبس، ده سلم النمر من زمان. قال له ركز بس انت في شغلانتك عشان انا اعرف انام كويس، تحركش كتير عشان اعرف ارتاح. عارفين المشكلة كلها في قصة بطرس كانت في مين؟ في الملاك اللي جه صحي بطرس. عارفين الكتاب يقول ايه؟ زغدوا في جنبه من كتر ما شغال بيقولوا بطرس يا بطرس، يا ابني قوم، يا ابني ورانا شغل، يهديك يرضيك. وبطرس ايه؟ ولا هنا زغدوا في جنبه. عارفين يعني ايه؟ يخي قوم. متخيلين المنظر؟ عشان بطرس يعمل ايه؟ علشان يقوم. بطرس دخل جوه 4 أرابع من الحراس. ليه نمت يا بطرس؟ ليه دخلت ودخلت في سلام عميق؟ اصل انا بين ايدين صاحب السلطان، انا واثق طالما شغال معاه بيجتاز معايا في الألم، فانا مرتاح جدا حتى لو سمح بذبحي. طلع بطرس من 4 أرابع من الحراس. هل اتحكم في حرية هيرودس؟ لا. هل خلى الحراس يضربوا له تعظيم سلام وتفضل حضرتك معاليك؟ ما حصلش. ولكن خلق طريقة جديدة يحول الأتون إلى ندى وطلع بطرس من التجربة. طب ليه سمحت لبطرس يطلع ما سمحتش ليعقوب يطلع؟ يعقوب رسالته خلصت، وإذا كان على الألم بتاع الاستشهاد فأنا بقول لكم هو ما حسش بألم الاستشهاد، ما تقلقش. أنا بديله قوة احتمال، بغلفه بتغليف نعمة يقدر يستحمل. أقول لكم بدليل إيه؟ يمكن بعضكم من 5 سنين شاف ذبح شهداء ليبيا. حد شاف الفيديو ده؟ أنا شفته شخصيا، شفت الفيديو التفصيلي بتاعهم. أنا كنت مستغرب. حد متخيل أنا بتذبح وبقول يا رب يسوع لا حد شتم ولا سب ولا لعن ولا هرب ولا قال حرام عليكم ولا أنكر؟ بيدي تغليف نعمة. صحيح هو ما مسكش إيد جنود داعش، مغيرش الظروف اللي هم فيها، بس خلق لهم طريقة جديدة. تخافش. تخاف من الألم؟ أنا مش هخلي الألم يبقى له سلطان عليك، بس هخلي منظركم ال21 واحد أيقونة للعالم كله، مش مسيحيين بس. أقول لكم بكل جرأة ياما ملايين من البشر دخلوا الحياة المسيحية بسبب الفيديو ده. حد عارف كده؟ تخيلوا، لأنه اجتازوا الألم مع المسيح. فما تقلقش، بيحلي الألم.
بيحول الاتون لايه؟ ندى بارد. حد فاكر رقم 1؟ حاسس بيا. 2 بيحلي الألم. رقم 3 ليه سمحت لي بالتجربة دي بالذات؟ أقول لكم على حاجة، أكتر سؤال بنسأله ربنا، اشمعنى أنا اللي اتولد في الأسرة دي؟ صح؟ مش كده؟ صحيح؟ اشمعنى أنا اللي اتولد في الأسرة دي؟ ليه تديني أب وأم منفصلين عن بعض؟ ليه تديني أب وأم مش بيحبوا بعض وخناقات كل يوم جديدة؟ ليه تديني أب وأم بيتطلقوا علشان كل واحد بيحب شريك تاني وبيتي يبقى ضايع؟ مش بنسأل السؤال ده؟ اللي اجتازوا في التجربة دي بالذات. حد تاني، ليه تديني تجربة الكانسر مثلا، سرطان؟ ليه تديني تجربة مرض وانا واخد بالي من صحتي كويس؟ ليه تديني تجربة إعاقة في جسمي احس ان اللي حواليا كلهم بيتنمروا عليا وبيضحكوا عليا؟ ليه تديني تجربة مفيش خلفة، متجوز او متجوزة ليا 15 سنة ولا 20 سنة؟ ليه تديني ليه؟ ببساطة بيعدني للخدمة، عاوز يشتغل بيا. مش هينفع يشتغل بيا إلا لما اجتاز في نفس القسم، في نفس التجربة، عشان لما هتدخل عند حد بنفس التجربة هتحس بيه، مش هتوعظه، مش هتوعظيها، هتحس بيها. في مرة كنت أروح أزور واحدة عندها كانسر، وأنا طالع في الطريق من الكنيسة قابلتني واحدة قالت لي تروح لفلانة تزورها؟ قلت لها آه. قالت لي ممكن نروح مع قدسك؟ حاضر، هتقابلك، تفضل العربية فاضية معايا. قالت لي ما سألتنيش ليه رايحة؟ قلت لها يعني طالما حضرتك ما قلتيش خلاص. قالت لي علشان أنا اجتزت بنفس التجربة دي، فيوم ما هدخل قدسك أخطيت هتوعظها من الكتاب المقدس. حلو، بس أنا هكون حاسة بالألم اللي هي فيه. ثق تماما إنه طالما سمح لي أدخل في الإطار ده فهو عايزني أخدم معاه للناس اللي في نفس الأوضة دي، نفس الإطار ده، حاسس بيهم. فيوم ما هقول لهم هو حس بيا وأنا حاسس بيك هيشعر بيها. يوم ما هقول لهم حول الأتون لندى بارد هو هيشعر بيك، هيصدقك. من الآخر رقم 3 يخدم بيا ويعمل مني قيمة. يخدم بيا ويعمل مني قيمة. معظمنا يا شباب أكتر سؤال بنسأله في حياتنا أنا عايش ليه؟ إيه هدفي في الحياة؟ أنا حاسس إن أنا بلا قيمة. وعايز أقول لكم على حاجة، ياما ناس قالت الشهادات هتديني قيمة، ضاعت ولا ليها لازمة، وبيشتغلوا من غير الشهادات بتاعتهم. حصل؟ تمام. ياما ناس قالت الفلوس هتديني قيمة، الفلوس خلته يركز فيها أكتر ما يركز في علاقته مع الناس، فالناس كرهته مش لاقي سلام جواه. أنا فاكر قعدت مع بنت مغتربة عندنا في قنا، بنت لابسة لبس شيك جدا يعني، قعدت معايا قالت لي أنا بابا رجل أعمال عنده مصنع سيارات. قلت لها كويس. قالت لي ممكن تكتب اسمه في الترحيم؟ فرحت مطلع الورقة، اذكر يا رب عبدك المرحوم. مين يا بابا؟ قالت لي فلان الفلاني، بس بابا عايش. ايه اذكر في الترحيم وبابا عايش؟ قالت لي انا عايزه بابا يموت، انا عايزه بابا يموت، انا عايزه ارتاح. ابونا انا عايز اقول لك على حاجه، انا كل اسبوع بعربيه شكل بسواق شكل، تخيل. كل اسبوع بابا بيحط لي بالالاف في الفيزا بتاعتي، بس انا مش حاسه بسلام في البيت. احنا
كل لحظة في البيت، مش كل يوم، كل لحظة في البيت بخناقات عشان الملايين اللي في البنك. يا رب يموت ويا رب أبقى فقيرة. أنا تعبت. الناس فاكراني إن أنا عندي فلوس فأنا مبسوطة. أنا ياما حاولت، وقالت لي على 4 محاولات انتحار فظيعة بشعة لولا إنقاذ أصحابها ليها. صدقوني، أنا قالت لي في مرة رحت برج القاهرة وقالوا لي إن في حد رمى نفسه من فوق، وكنت حارمي نفسي من فوق لولا ما صاحبتي مسكتني من الجاكيت. أنا كرهت نفسي عشان الفلوس الكتير. في ناس فكرت إن الفلوس لما هتسند عليها هي تديني سلام، ما بتديش للأسف، أصل كل الشرور. في ناس افتكرت الوسايط والعلاقات تديني سلام. أصل أنا ابن خالتي رئيس مباحث مش عارف إيه، أصل أنا ابن عمتي مش عارف، أصل أنا ابن مش عارف الخلف مش عارف مين، أمي كده. يعني إحنا نموت كمصريين في قصة إيه؟ المعارف والوسايط. يا خسارة، مش عارف إن المعارف والوسايط دي قصادها فيها مصالح، ولو ما اديتش المصالح هتخسر كتير. ما هو وين هكسب وكسب، لكن ادي لك خدمة لله يا محسنين مش هتحصل ولا عمرها هتحصل. عشان كده رقم 3 دخلك في الخدمة معاه. عايز يقول لك وسط الألم تحس بالمتألمين اللي زيك في نفس التخصص اللي انت فيه، نفس التخصص اللي انت فيه. آخر حاجة بقى، تخيل معايا لما أخدم شخصيات مروا بنفس التجربة اللي أنا فيها، مروا بنفس الألم اللي أنا فيه، مروا في النار اللي أنا فيها بالظبط، وطلعوا منها بيحبوا ربنا، فرحانين بالسماء، فرحانين بعشرته، هتفرح. عشان كده رقم 4 والأخيرة، يفرح لفرحك. لما يشوفك فرحان بالخدمة، يشوفك فرحانة بالخدمة بتاعتك، يفرح لفرحك ويزودك فرح، يزودك تعزية، ويدخلك في ليفل 2 أعلى شوية، وهكذا ليفل 3 أعلى شوية. هتقولي طب نهاية الألم دي مش ممكن وأنا في النص أسيب إيماني ولا أضعف؟ ممكن تضعف، بس عمره ما هيسمح طول ما هو معاك، عشان أنت مش لوحدك. عمره ما هيسمح أنك تغرق، مستحيل. أسألكم سؤال، أشوفكم شاطرين في الكتاب ولا لا؟ بطرس شاف المسيح، حد عارف المعجزة دي؟ ماشي على المية، حد فاكر القصة دي؟ ويقول الكتاب كده في الهزيع الرابع، يعني كانت الدنيا ايه؟ أمواج، وانتوا عندكم في اسكندرية الأمواج الله ينور، يعني الأمواج عالية والدنيا مربوكة ورياح وعواصف والدنيا بايظة خالص وأمواج. المسيح ماشي على الموجة، عجبه المنظر، فقال له مرني أن آتي إليك على الماء. هو فرحان بالمنظر، قال له تعالى. أسألكم سؤال، بطرس مشي على المية قبل ما المسيح يعمل المعجزة ويهدي الرياح ولا بعد؟ ما كانوش موجودين في المعجزة. لو كان خلى بطرس يمشي على المية بعد ما يهدي الأمواج والرياح، ما كانش هتبقى واو، يعني عادي تقدر تعملها كده. لكن خلى بطرس يمشي على الموج والدنيا لسه خربانة، والدنيا معكوكة، الدنيا بايظة حواليه. لقى بيعمل ايه؟ بيمشي فوق المية، وبطرس يطلع مع الموجة وينزل مع الموجة، ومراجيح على أعلى مستوى، حاجات طبيعي كده. تخيلوا، لأنه فقط نزل نظره عن المسيح وبص للمشكلة، بدأ يقول الكتاب يغرق. بس بسرعة قال له يا رب نجني. مسكوا قال له لماذا شككت يا قليل الإيمان؟ ببساطة لما هتفضل معاه المشكلة مش هتنتهي، لا،
المشكلة هتبقى تحت رجليك، تحت رجليك، مش فوق راسك. مش واخدة كل أفكاري ولا بتهيمن على أفكاري، عشان كده هتبقى تحت رجليك. عشان كده في رقم 4 دي مهمة جدا يا شباب. لما ترمي مشكلة عند ربنا 3 حاجات ما تعملهمش. احفظوا معايا 3 حاجات ما تعملهمش. 1، ترجعش تفكر في المشكلة تاني، أنا سلمتها للكبير خلاص. 2، ما تقترحش عليه حلول. 3، ما تقولهوش امتى وازاي. تاني 1، ما ترجعش تفكر في المشكلة تاني. 2، ما تقترحش عليه حلول. 3، ما تقولهوش امتى ولا ازاي. حد يعرف ان موسى لما وقف قدام البحر الأحمر ما كانش يعرف ان ربنا هيفتح البحر؟ حد يعرف كده؟ موسى ما كانش يعرف ان ربنا هيفتح البحر عشان خاطره، بس كان واثق انه هيعمل ايه؟ هيشتغل. ازاي؟ ما اعرفش. امتى؟ ما اعرفش. طب نقترح عليه حلول، يلا. معايا 600,000 بني آدم طالعين من مصر، نقترح عليه حلول. ورانا فرعون، يمين وشمال جبال، وقدامنا البحر. مين يقترح لنا حلول؟ ندي لهم كورس عوم مثلا، مش كده؟ طيب على ما نعلمهم ان شاء الله هيكون فرعون بيشويهم واحد. تمام؟ طيب ادينا قوة نقف قدام فرعون. حلوة دي؟ جميلة، نخلص على فرعون. طب علمنا نتسلق الجبال ونهرب. كل اقتراحات مضروبة. وكل ما هتقترح على ربنا حلول كل ما هتتعب أكتر، هتضيع وقت. فما تقترحش عليه حلول. اختم لكم بقصة حصلت معايا. في مرة دخلت كده في مشكلة أمنية صعبة. اتصل بيا وكيل مطرانية، قال لي سيدنا بيقول لك أنا عامل زي فصول محو أمية في الكنيسة على مستوى الإبرشية. فقال لي سيدنا بيقول لك في مؤتمر بكرة تحضره في المحافظة. قلت له أروح المحافظة؟ قال لي قلت له صدقني ما أعرف طريقها ولا أعرف شكل المحافظ حتى. قال لي ماليش دعوة، سيدنا بيقول لك تروح، مش عاجبك كلم سيدنا. فراح لبسني في الحيط يعني. فهتروح يعني هتروح. قلت له حاضر. رحت خدت العربية بتاعتي وركنتها، من كتر الخوف والرعب اللي أنا فيه ركنتها في مكان غلط، خدت مخالفة نشكر ربنا. وأنا طالع يعني ركنت، لقيت بقى المحافظة ملغمة في الباب بتاع المحافظة بره، حراسة وعربيات متفيمة وناس واقفة بأسلحة. قلت يا سلام، كل ده عشان خاطري؟ ايه ده القيمة الجميلة دي. دخلت كده ورحت عادل القميص اللي حيلتي ودخلت جوه، لقيت واحد جنتلمان واقف على السلم. قلت له هو في مؤتمر مع السيد المحافظ هنا؟ قال لي في قاعة كبار الزوار. قلت له كمان كبار زوار؟ طلعت على كبار الزوار فوق، لقيت القاعة عبارة عن ترابيزة بيضاوية، عارفين بتشوفوها في التلفزيون دي، وكل واحد قدامه مايك كده. المهم لقيت الحضور لا يتعدى 23-25 واحد اللي قاعدين. اقعد فين؟ قلت يا ود ما تحركش نفسك واقعد اخر واحد. قعدت على الكرسي يا ولاد، مفيش 4 دقايق 5 دقايق لقيت واحد جالي لابس بدله كده وعضلات مفتوله كده، جالي ورا راح عمل لي في كتفي كده حضره القسيس. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا. قال لي اعرفك بنفسي. قلت له اتفضل يا فندم. اللواء اركان حرب فلان. لواء؟ يا نهار ابيض. قلت له وحياتك يا باشا اخر واحد سلمت عليه كان عسكري مش معدي امين شرطه بس. شرفت. قال لي ليه حضرتك قاعد على الكرسي ده؟ قلت له لو لقيت كرسي وراك كنت هقعد بس ما لقيتش. قال لي لا مكان حضرتك جنب المحافظ. قلت له اشكرك، انت الوحيد اللي عارف بقيمتي. فالمهم خدني وقعدت على كرسي تاني خالص، والمايك كان عاجبني قوي يعني، قعدت ادوس على زرار المايك ما اشتغلتش. المهم يعني ميلت عليه. قلت له سيادة اللواء؟ قال لي نعم.
قلت له هو المؤتمر ده ليه؟ قال لي نعم. هو حضرتك جاي مش عارف المؤتمر ليه؟ قلت له غلاوتك ما اعرف ليه، بس انا مش عارف ليه. قال لي لا خليها مفاجأة. قلت له الله. موقف جميل. قال لي اعرف حضرتك على السادة الحضور. قلت له عرفني على السادة الحضور. السيد الاستاذ الدكتور عميد كلية التربية. اهلا وسهلا يا فندم. السيد الاستاذ دكتور وكيل الوزاره وزاره الصحه. اهلا وسهلا يا فندم. الاستاذ الدكتور مش عارف رئيس جامعه جنوب الوادي. اهلا وسهلا يا فندم. مفيش واحد من اللي قاعدين اقل من 3 ألقاب قبل اسمه. متخيلين المنظر؟ وانا القسيس فلان كده يعني. فقعدت وزعوا لنا ورقه في دوسيه كده نملاها وسي دي. الكلام ده من 10 سنين تقريبا. وسي دي كده وفيها حاجات تبع المحافظه. المهم قعدت اتفرج في الورق. انا مش فاهم هما بيكتبوا ليه، بيعملوا ايه، ما اعرفش. المهم يعني دخل واحد من باب مخصص كده جانبي طول بعرض بالجمال بقى يعني. فرحت انا وقفت ولا واحد وقف. فقال لي انت وقفت ليه؟ قلت له مش السيد المحافظ؟ قال لي لا ده سكرتير المحافظ. اقعد. فقعد. طب يعني هيبقى احلى من اللي دخل. كده يعني. قلت له هو البي داخل امتى ان شاء الله؟ فقال لي لا معاه كده نص ساعه عشان معاه لقاء مع التلفزيون عشان هنطلع ان شاء الله القعده في التلفزيون. قلت له كمان في التلفزيون؟ ياه على الجمال اللي انا فيه ده. اتصلت بقى بمراتي وعيالي وحبايبي هتشوفوني في التلفزيون يعني. فقلت ما بدهاش. لا انا عارف قاعد ليه ولا انا عارف هنعمل ايه. وفي الاخر ميل عليا قال لي بص القعده دي هي قعده محاسبه قصاد السيد المحافظ. كل الهيئات دي عندها فصول محو اميه. فاحنا هنقول للسيد المحافظ كل هيئه من الهيئات دي عملت ايه في هيئه محو الاميه، قدموا كم واحد محو اميته. وطبعا اللي مكتوب قدامه 0 هيتنفخ. فقلت له الكنيسه ايه؟ قال لي خليها مفاجاه. قلت له طيب خليها مفاجاه. قلت له يا واد ايه؟ ما بدهاش. رحت واخدها صلاه بجديه بقى. قلت له بص المكان اللي انا قاعد فيه ده انا ما اعرفش هعمل فيه ايه، ولو غلطت غلطه واحده هيتقال القسيس والكنيسه هي اللي غلط، وبيني وبينك هيتقال عليك انت اللي غلطان. براحتك، مش انت اللي جايبني هنا، انت اللي تشتغل، وانا عارف ان هو مش هيطلع نفسه غلطان. لما تدخل في مشكله ارمي الكوره في ملعبه وانسى. ادي المسؤوليه عنده، قول له اتصرف. فقلت له اتكلم على لساني احسن ما افضح الدنيا وبهدل الدنيا. هيبقى منظرنا مش حلو في التلفزيون وفي الهيئات والناس قاعده. بعدين الكنيسه تبعك انت مش تبعي انا ما الا عبد بطال بتقول لي اتكلم اقول ايه تحت امرك. وقلت له يا روح الله القدوس، اتعلموا معايا الشباب الصلاه دي، يا روح الله القدوس اتكلم على لساني. خلاص دخل المحافظ كلهم وقفوا وانا لا. فقال لي سياده المحافظ، فوقفت معاهم وقعدنا. قال له كلمتين كلنا عملنا كده وانا مش فاهم ايه بيقولوا. بس المهم راح قال نترك الحوار للسيد اللواء يقول لنا نتيجه الهيئات في محو الاميه. بدا بوكيل وزاره الصحه استاذ دكتور استشاري قال له 0. هو قال 0. الراجل كان تخين بامانه، لقيته خس وعرق وبيتهته في الكلام. معلش يا بيه، ما عليك، احنا هنشوف الموضوع وهنتخذ الاجراءات اللازمه ايه ده يا نهار، ده الدنيا ايه بايظه خالص. ده المحافظ بص له بس كده يعني. مش عارف وكيل وزاره الزراعه 0، مش عارف مين 3 كده. المهم دخل على عميد كليه تربيه قال له قدم لنا 1500 واحد محى اميتهم. فكلنا عملنا ايه؟ سقفنا له. فالتاني نفخ راح داس على المايك. اتاري المايك بيشتغل لما البي يدخل. المهم يعني داس على المايك
وقال له أنا يا فندم خليت الطلبة اللي عندي قبل ما ياخد الشهادة بتاعته يمحو أمية 4 أشخاص، فإجباري عشان ياخد الشهادة التخرج يجيب 4 أشخاص يمحو أميته. قال له برافو عليك، فكرة جميلة، وسقفوا له تاني وكده يعني. مين وراه على طول؟ كنيسة. فقال الكنيسة. أنا كنت فاكر هيقول بقى يعني، فراح قال له 0. أنا عملت نفسي من البلد اللي قبلكم على طول، اسمها إيه؟ بنها. ما عرفهاش، ما دخلتهاش، بس هما بيقولوا كده. فقال لي المحافظ، قال لي اتفضل يا حضرة القسيس، مش انت جاي من طرف الكنيسة؟ قلت له طبعا جاي من طرف الكنيسة. واشتغل الروح القدس، تركنت انا على جنب، ومين اللي بيتكلم؟ الروح القدس. لقيت نفسي بدوس على الزرار، اللعبة اللي انا كنت بدوس عليها. قلت له معالي الوزير، سيادة العميد خلى الطلبة يمحوا، كل طالب يمحو أمية 4 أشخاص. الولاد والبنات المسيحيين اللي عنده في الكنيسة أنا أب روحي ليهم، دول أولادي. فجم عندي الكنيسة قالوا لي الحقنا عاوزين 4 أشخاص لكل واحد. فنديت لهم كل اللي عندي، كل ما هو لي فهو لهم. ما لقيتش حاجة أقدمها لحضرتك. كبير بتاعنا يسكت؟ لا. هنسكت على كده؟ لا. راح عميد كلية تربية رفع ايديه وراح دايس على المايك، قال له سيادة الوزير الكنيسة شغالة. مين اللي بيقول؟ مش أنا اللي ما عرفوش. كنيسة شغالة يا فندم، المشكلة في اللي مش عارف يعمل كونتاكت بيننا وبين الكنيسة. طبعا مين؟ سيادة اللواء اللي جنبي، أركان حرب، وشه حمر والدنيا باظت. قلت بس أول ما هنزل هيقولوا له هاتهولي. خلصنا الاجتماع من هنا وخدت جلابيتي في اسناني وايه، هاتك يا جاري. مش يعني الجري نص المرجله. نزلت لقيت الونش خد العربيه، ركبت في العربيه بالونش وطلعت. مش مشكله، بس طلعت من المشكله وروح ربنا هو اللي اشتغل بيا. صحيح عمل لي قيمه وسط ناس ما اعرفهمش، واتكلم على لساني وخدم بيا وفرح لفرحي، بس هو مين اللي اشتغل؟ هو ما سابنيش لوحدي. كم حاجة قلناهم، كم حاجة. 1 حاسس بيا، 2 بيحلي الألم، 3 يخدم بيا ويعمل مني قيمة، 4 يفرح لفرحي. تاني 1 حاسس بيا، 2 يحلي الألم، 3 يعمل مني قيمة، 4 يفرح لفرحي. ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم. إلهنا المجد دائما.